الباسيف او المبني للمجهول دي من اكتر الحاجات اللي بتزعج الناس وهي بتتعلم الانجليش خصوصا الجرامر، ان الباسيف فويس ده بيبقى مش مفهوم او احنا ليه بنستخدمه بالظبط رغم ان هو موجود في العربي. زي معنى كده ان انا بقول ان الحرامي اتقبض عليه، او ان الدرس اتشرح، او ان المكان اتقفل. هل احنا واحنا بنقول الكلمات دي بالعربي ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنستخدم الباسيف فويس او المبني المجهول. طب احنا امتى بنستخدم الباسيف فويس دي؟ 3 حاجات. اول حاجه ان احنا مش فارق لنا او مش مهم مين الدور اوف ذا اكشن، مين اللي عمل الفعل ده، مش مهم خالص. يعني الحرامي اتقبض عليه، مين اللي قبض عليه مش فارق، يعني المهم ان هو اتقبض عليه، المهم ان الحمد لله مسكوه. يعني حاله الثانيه ان احنا الفاعل او الدور obvious. It's obvious who's going to do the action, who's the doer of the action. الحرامي اتقبض عليه، مين يعني هيقبض على الحرامي؟ البوليس، الشرطي، whatever بقى، مين هيقبض عليه؟ معروفه. اكيد مش التيتشر هو اللي هيقبض على الحرامي او الدكتور، اكيد the policeman or the police officer. الدرس اتشرح، مين هيشرح الدرس؟ اكيد مش الدكتور او مش السيرفنت، لا هو هيبقى التيتشر، فمعروف. ثالث حاله والاهم ان احنا بنركز اكتر على الريسيفر اوف ذا اكشن، او اللي هو المفعول به، اللي بيريسيف الاكشن، اللي بيتلقى الاكشن او الاكشن ذات نفسها. ان انا مش مهتم مين قبض على الحرامي، انا مهتم بالاكشن اللي حصلت، او ان الحرامي الريسيفر بتاع الاكشن ان هو اتقبض عليه. ده اللي انا هاممني، مش هاممني مين اللي قبض على الحرامي، مين اللي شرح الدرس، مين اللي نظف البيت، مش مهم، انا هاممني الاكشن. ففي 3 كيسز. اول حاجه ان انا مش مهم عندي الدور اوف ذا اكشن، مش مهم عندي الفاعل اللي عمل الفعل ده، مش مهم، او ان الفاعل اصلا obvious واضح معروف known مين اللي عمل اكشن. وثالث حاجه ان انا بركز على الريسيفر اوف ذا اكشن، الشخص اللي بيتلقى الفعل او الاكشن ذات نفسه. لكل اكتيف فويس عندنا او كل جرامر اسبكت عندنا زي الباست سمبل، بريزنت سمبل، باست كونتينيوس، باست بيرفكت، باست بيرفكت كونتينيوس، كل الازمنه عندنا في الانجليش ليها باسيف، ليها مبني للمجهول. زي مثلا الباسيف بتاع البريزنت سمبل. انا مثلا في البريزنت سمبل بقول ايه؟ المصريين بياكلوا الكشري سخن. فهقولها ازاي بالاكتيف فويس؟ Egyptians eat كشري hot. طب انا مش فارق معايا مين اللي بياكل الكشري، بس انا عايزه اعرف الكشري بيتاكل ازاي، cold ولا hot كشخص اجنبي. فاقول ايه؟ the كشري or كشري is eaten hot. عشان مش فارق معايا مين اللي بياكل الكشري، عايز بس اشوف الكشري بيتاكل ازاي. the كشري is eaten hot. حاجه مثلا لو الزمن في الماضي ومش فارق معايا برضو الدور مين او واضح، بس انا مركز على الريسيفر اكتر، زي مثلا زي ما قلت من في الاول الدرس اتشرح. لو في الاكتيف فويس هقول the teacher explained the lesson او the teacher gave the lesson. فين الفاعل هنا او الشخص اللي عمل الاكشن؟ teacher. طب انا لو الموضوع مش فارق معايا ومش عايزه اقول التيتشر عملت ايه، او الموضوع واضح ان التيتشر هي اللي شرحت طبعا الدرس، بس انا عايزه اركز واقول لصاحبي ان الدرس خلاص اتشرح، هقول ايه؟ the lesson was taught by the teacher. لو انا عايزه اقول التيتشر، او the lesson was taught، او the lesson was given to us last session. خلاص هو حصل، مش فارق معايا، ما هو فاهم ان التيتشر هي اللي شرحت الدرس. لو عايزه مثلا نتكلم عن الرولز regulations اللي هي القواعد او القوانين اللي هي المفروض تحصل في البلد، فانا من رايي مثلا ان انا المفروض السموكينج، التدخين، المفروض يتمنع في الاماكن العامه. فلو هنقولها في الاكتيف فويس هقول the authorities of the government should ban smoking in public. المفروض السلطات او الحكومه تمنع التدخين في الاماكن العامه. لو انا مش مهتمه او اكيد واضح مين اللي هيمنع التدخين، مين هيحط اي رول، اكيد الحكومه او الرئيس او السلطات، مش فارق معايا، انا عايزه بس اركز ايه اللي المفروض يحصل. وده حاجه اسمها الباست اوف موديل فيربس، الباست بتاع الموديل فيربس زي should وكده. فهقول ايه؟ smoking in public should be banned. فانا هنا مش فارق معايا مين اللي عمل الاكشن، انا فارق معايا ان المفروض الاكشن دي تتمنع. مين بقى هيعملها مش مهم او واضح من الكلام. فده الكونسيبت بتاع استخدام الباسيف او استخدام المبني للمجهول، ان انا في اوقات هضطر استخدمه او لازم استخدمه لان انا مش عايزه امنشن الدور اوف ذا اكشن، الشخص اللي بيعمل الموضوع ده، لان هو مش فارق معانا، واضح من الكلام. فit makes sense, it's common sense، هو حاجه لوجيك جدا ان احنا نستخدم الباسيف عشان نوضح المينينج ده. Hopefully you've learned something. Thank you so much for watching.